ضرا ولا نفعا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رابعا، إن استمرار هذا الدعي في دعواه سيعرض هذه الأمة لعقاب الله إذا هي سكتت عن فجوره الفكري والسياسي وهي تحتكم لشرع الله وكتابه المبين. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العظيم. والذين يعلمون طرفا من كتاب الله يعلمون كيف غضب موسى على قومه وخاف العاقبة حين أخرج السامري لبني إسرائيل عجلا يعبدونه من دون الله تماما كما فعل الجمهوريون اليوم فعبدوا من دون الله بشرا ممن خلق وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فغبطت غبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرغنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. لهذا نصدر الأمر بتأييد الحكم والإدانة الصادرين من محكمة الاستئناف الجنائية بالعاصمة القومية في حق محمود محمد طه وبقية المتهمين. نصدره باسم الله وكتبه ورسله وملائكته وشرعه القويم مثل الثورة الظافرة المظفرة أبدا بإذن الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. خامسا، لا بد لي في الختام أن أؤكد لجماهير شعبنا المؤمن الصامد أن هذه القضية كانت ابتلاء وامتحانا لنا في نهجنا القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ومن المؤسف
أن كثيرين ما زالوا يحملون خور الماضي، أيام كانت الدنيا بركانها وخبثها هي المنهاج السياسي للدولة، فأشاعوا جوا من الانهزام والاستعلام والخوف والنفاق، ولم يردوا الأمر للقائمين به. ولو ردوا الأمر لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم لما أصابهم الخوف والفزع. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صدق الله العظيم. وكان حريا بهؤلاء وبعضهم من المسؤولين أن يتذكروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صدق الله العظيم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. صدق الله العظيم. لقد ذعر الكثيرون وشارك في الفتنة كثيرون ووقع في الفتنة كثيرون، وهو أمر خطير في وقت أصبحت فيه الإشاعة سلاحا، وأصبحت فيه الفتنة من أهم وسائل الحرب الحديثة. ودخل في هذا وذاك نفر من المسؤولين والقادة، فكيف نبني وطننا ونحن نهتز مع كل ريح تمر، ونخاف من كل طارق عابر، ونرتجف من ذوبعة في فنجان، ونصدق كل إشاعة، ونفتح قلوبنا لكل فتنة. إننا قد تبايعنا على الجهاد، وتعاهدنا على بناء الوطن والتصدي لأعدائه، ومن أعدائه جرذان الليل الذين يسخرون في الفتن ويثبطون في وقت البذل والفداء والبناء. فكيف نواجههم ونحن نسمح لأنفسنا بالانهزامية وإشاعة روح الضعف عند أول صيحة، حتى ونحن في مركز المسؤولية؟ لقد حان الوقت لهذا الشعب الأبي أن يعلم أن الدرب واحد، وأن الله واحد، وأن الموت واحد، وأن الأمة مجتمعة على عدوها ماضية في بناء مجدها، ولن تركع إلا لله، ولن ترضى إلا حكمه، ولا نامت أعين الجبناء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. أيها الشعب الباسل المؤمن، إن جدودنا الأشاوس يبذلون الدم رخيصا في سبيل الوطن، بينما بعض الناس عاجز أن يجد الأمن وهو في عقر داره يظن كل صيحة عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنغلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الثوار الأحرار، لقد عكفت على دراسة أوراق هذه القضية ومستنداتها على مدى 27 ساعة متصلة، مستعينا بالله وكتب الفقه والقانون ومستشيرا ومستخيرا، فلم أجد لمحمود محمد طه وحزبه مخرجا ولا شبهة تدرأ هذا الحكم الحدي الذي لا يجوز لحاكم أن يعفو فيه أو يتنازل عنه، ولا لشخص أن يشفع فيه. لقد كانت نتيجة الخوف والخذلان والذعر أن حاول كثيرون التأثير على مجرى القضية وهي في يد القضاء، فاتصل بعضهم برئيس الجمهورية وهم يعلمون أنه جزء من المحكمة بحكم أنه السلطة المؤيدة لنص الدستور والقانون، يجوز لأنه يمارس سلطاته وفق محضر القضية وبيناتها. كما حاول بعض آخر التأثير في مجرى القضية بالمزايدات الفاسدة وهي في يد القضاء، على الرغم من أن منبر المحكمة كان مفتوحا لكل من أراد الدفاع عن المتهمين وفق أحكام القانون. إنني ومن هذا المنبر أجدد التأكيد على استغلال القضاء، وأؤكد بأن كل من يتدخل في القضاء سيجد الجزاء اللائق به أيا كان مركزه أو مكانته، فالناس أمام القانون سواء. ولذلك فإن كل من سمح لنفسه بمحاولة التأثير على القضاء أو الطعن في إجراءاته بغير طرق الطعن القانونية أو التدخل في القضية، كل هؤلاء وأولئك يجب أن يعلموا أنهم عرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وبذلك يجنون ثمرة جبنهم وخورهم ونقوصهم ونفاقهم في هذا الأمر البين الذي لا خلاف عليه بين علماء الأمة وعامتها، ولا جعل الله لخوار في بلادنا